أجمل 7 خيول في العالم، والأخير تحس إنه جاي من كوكب تاني. رقم 7. خيول الفريجن، خيول أصلها من هولندا. أول ما تشوفه وسط أي خيول تانية تعرفه على طول. لونه أسود فاحم لامع كأنه مدهون، وعرفه التقيل يملى العين. بس الجمال مش كل حاجة، الخيول دي قوية بشكل يخوف. زمان في العصور الوسطى كانت هي اللي بتشيل الملوك ومتعلقاتهم وبتجر العربيات، وكان ليها دور كبير في ازدهار الزراعة في المنطقة. الفريجن كانت على وشك الانقراض ومفضلش منها غير 3 خيول بس ربنا ستر وقدرت تحافظ على نفسها، والنهاردة بقت بالآلاف وراجعة بكل هيبتها. رقم 6. الخيل العربي من أقدم سلالات الخيول في التاريخ، موجود من أكتر من 3000 سنة قبل الميلاد. شكله مميز جدا، راسه مختلفة عن باقي الخيول، وديله المرفوع مديله هبة وثقة. وجماله مش في شكله بس، ده من أطيب وأذكى الخيول، بيرتبط بصاحبه بسرعة وبيفهم الأوامر بسهولة، ولما يحبك يبقى يساعدك وهناك، بيبقى مستعد يعمل أي حاجة علشانك. رقم 5. حصان كنباس تراباش، حصان شكله يخطف العين، جلده منقط زي كلاب الدلماسي، وده نادر جدا على فكرة. أصله من الدنمارك ومن أذكى سلالات الخيول. ذكائه العالي خلاه نجم في عروض السيرك، بينفذ حركات معقدة بسهولة جدا، وشكله المميز خلاه الاختيار الأول في مراسم العيلة الملكية الدنماركية. حصان شكله فعلا يليق بالملوك. رقم 4. حصان البرومبي. البرومبي حصان بري حر عايش في أستراليا، بيجري في السهول المفتوحة من غير قيود، ومنظره وهو طاير في الأرض تحفة. ورغم طبيعته البرية بيستجيب للتدريب وبيكون علاقة قوية مع البشر، وعلشان كده بيستخدموه كتير في التعامل مع الأطفال اللي عندهم صعوبات. رقم 3. مهر شتيلن بوني، أول ما تشوفه تقول عليه كيوت، فروه تقيل وناعم، وعرفه الخفيف بيزود لطافته. بس شكله مش كل حاجة، ده ذكي وطيب جدا وبيتعامل حلو قوي مع الأطفال الصغيرين، وعلشان كده دايما تلاقيه نجم المعارض والمناسبات. رقم 2. حصان هافلينجر، جاي من الجبال ما بين النمسا وإيطاليا. حصان قوي بس طيب في نفس الوقت، بيشتغل في الزراعة وبيستخدموه كمان في العلاج بالمساعدة، يعني قوة بقلب حنين. سبحان الله. وقبل ما نعرف حيوان رقم 1 ما تنساش تعمل لايك واشتراك وفعل الجرس عشان ما يفوتكش اي حاجة. واخيرا رقم 1. حصان أخالة تاكيه، أكيد شفته قبل كده على الإنترنت. الحصان اللي بيلمع كأنه دهب ده، وده بسبب شعره اللي بيعكس النور بشكل غريب. أصله من تركمانستان، نادر جدا وقوي لدرجة إنه يقدر يمشي مئات الكيلومترات من غير ما يتعب. مش حصان، ده تحسه أسطورة ماشية على 4 رجلين. وده كان الجزء الأول من سلسلة أجمل الخيول في العالم. أشوفكم الجزء اللي جاي، وفي النهاية صلوا على الحبيب.